النهارده هنعمل مع بعض السماش برجر في البيت بطريقه سهله وبسيطه. هنعمله كمان مع جهاز التوستر من باور. تعالوا بينا نشوف عملناه ازاي بكل سهوله. اول حاجه هنعملها ان احنا هنكرمل معانا البصل. هنحط هنا في الطاسه شويه من الزيت وننزل كده بالبصل بتاعنا اللي احنا مقطعينه بالشكل ده. عشان البصل معانا هنا يتكرمل بشكل اسرع شويه هنحط عليه شويه كده من السكر ونقلبهم. هناخد بقى كده شويه ميه سخنه نديلها تقليبه بالشكل ده ونهدي عليه النار ونغطي عليه ونسيبه شويه لحد ما يتكرمل كده وياخد معانا اللون البني. وعشان نعمل معانا البرجر مش محتاجين اي حاجه خالص غير لحمه مفرومه بنسبه دهون 20% مش اكتر من كده. وكمان هنعمله بطريقه تسويه مختلفه جدا. هنسويه في الجهاز التوستر من بيور. الجهاز ده تقدروا تطلبوه من على صفحه سوق المطبخ. الجهاز ده مكون من 3 قطع او 3 غيارات مختلفه. هنستخدم النهارده الشكل ده اللي هو اللي احنا بنعمل فيه الساندوتشات، وكمان هنستخدمه بطريقه جديده النهارده ان احنا هنعمل فيه السماشد برجر. تعالوا بينا نشوف هنعمله ازاي. اول حاجه ان احنا نعملها ان احنا ندهن الجهاز بتاعنا كده بسمنه او الزبده، طبعا يفضل زبده. وهنجيب قطعه البرجر بتاعتنا ونحطها بالشكل ده ونبتدي ان احنا نضغط بالجهاز نفسه ونعمل لها سماش بيه بالشكل ده كده. عايزه اقول لكم كمان قوه الجهاز بتاعتنا 750 واط، وعليه كمان ضمان لمدة 3 سنين. تقدروا تطلبوه من صفحة سوق المطبخ. عايزين نقلبها كده على الناحية التانية ونديلها برضو رشة ملح ورشة فلفل كده. بقى جاهز معانا. تعالوا بينا بقى نركب الساندوتش بتاعنا. تعالوا بقى نشوف البصل بتاعنا اتكرمل وبقى زي الفل. اخر حاجة بس او اخر اضافة هي معلقة كده من الصويا صوص، معلقة صغيرة بالشكل ده، ونقلبها فيها كويس كده. بقى جاهز معانا البصل المكرمل. ناخد بقى شريحة كده من الجبنة التشيدر ونحطها على البرجر بالشكل ده عشان تسيح معانا. من الحاجات برضو اللي هتخلي معانا ساندوتش البرجر مميز قوي هي ان احنا نجيب العيش بتاعنا كده ونحطه هنا، نديله كده تحميصة مكان البرجر اللي احنا عملناه. بعد ما ادينا للعيش كده تحميصة بالشكل ده، اول حاجة بقى هناخد معانا هنا كده الصوص اللي احنا حضرناه مع بعض اللي هو صوص البيك تيستي او صوص البرجر. ناخده بالشكل ده. بعدين هناخد شوية من الخس نحط عليهم تاني شوية من الصوص. هناخد معانا شريحة البرجر المتسيح عليها قطعة الجبنة وكمان البصل المكرمل. ميكس الساندوتش ده او تركيبة الساندوتش دي مميزة قوي وهتلاقوا طعمها نفس اللي انتوا كمان بتشتروه او بتاكلوه من المطاعم. هنجيب بقى معانا ده ناخده كده برضو بشوية من الصوص نبتدي ان احنا نقفل الساندوتش. تقدروا طبعا تزودوا اي حاجة انتوا عايزينها، اي نوع خضار. هنعمل ساندوتش التاني بنفس الطريقة. وبس كده عملنا مع بعض النهارده احلى والذ سندوتشات برجر ممكن تجربوها او تعملوها. عايزاكم بقى تجربوها وتقولوا لي رايكم.